بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم، ازيكم يا جماعه؟ عاملين ايه؟ معاكم احمد الباز، والنهارده فيديو جديد جايب لكم يوم من حياه مضيف طيران. فيديو جميل مشوق ممتع. تابعوني لحد اخر الفيديو، ان شاء الله فيديو هيعجبكم جدا. اهلا بيكم مره تانية. النهارده هحكي لكم لما يكون انا عندي رحله بعمل ايه. هحكي لكم كده ملخص، بس ملخص تفصيلي، ايه اللي بيحصل لما يكون عندي رحله وبحضر لها ازاي، وببقى عارف ازاي ان انا عندي رحله، وشويه معلومات كده يمكن اول مره تسمعوها واول مره مضيف يطلع يحكيها في فيديو. فخليني ابسط لكم الامور كده، وان شاء الله الفيديو يبقى جميل ومفيد بالنسبه لناس كتير عندها شغف وعندها حب للشغلانه دي ونفسها تشتغل الشغلانه دي. فانا هعيشك معايا كده شويه ازاي لو انت عندك رحله هتعمل ايه. اول حاجه خلينا نقول في حاجه اسمها فلايت سكادجول. الفلايت سكادجول دي يعني جدول مضيف الطيران. كل شهر بينزل لك جدول، طبعا ساعات بيحصل فيه تغييرات، بيبقى فيه حاجات بتتشال وحاجات بتتحط وحاجات بتتلغي. فالجدول دوت بيبقى عندك على الاكونت بتاعك. لو انت في الشركه بيبقى ليك اكونت، بيبقى الاكونت دوت فيه كل المعلومات عندك، كل حاجه عنك وجدولك وكل حاجه تخص مضيف الطيران. فحضرتك بتخش كل يوم تعمل تشيك على الجدول بتاعك وتشوف انا عندي ايه النهارده، ايه بكره، عندي ايه كمان اسبوع. في شركات الجدول بتاعها ما بيبقاش شهري، بيبقى يعني نص شهري، وفي شركات اقل، وفي شركات بالديلي سكادجول، يعني كل يوم انا هكلمك او هبعت لك الجدول تعرف بكره عندك ايه. في انواع كتير من الجداول، ولكن احنا هنتكلم عن الستاندرد ان انت عندك جدول بالشهر عارف رحلاتك. فانا النهارده هفتح الجدول بتاعي على الموبايل او على اللابتوب ايا كان الحاجه اللي هتستخدمها. هشوف حاجه اسمها الفلايت ديت والفلايت تايم. الفلايت ديت اللي هو تاريخ الرحله، يعني مثلا يوم كذا عندي رحله الساعه كذا، خلاص انا عرفت حاجه زي كده اللي هو بكره، تمام. فخلاص انا كتبت نوت انا عندي رحله كذا الساعه كذا تاريخ كذا، ووقت الرحله كذا. اهم حاجه وقت الرحله دوت ايه، يعني الصبح بالليل الظهر العصر، طبعا ايه كل ال 24 ساعه متاح، انت المفروض متاح طالما واخد الريست تايم بتاعك. فخلاص انا عرفت ان انا مثلا هندي مثال ان الرحله الساعه 10 الصبح وانا دلوقتي الساعه 5 العصر، اوكي. فانا لازم احضر نفسي قبل ما انام عشان لما اصحى ابقى جاهز وحاجتي جاهزه، ابتدي البس واجهز علشان اروح رحلتي دي. فقبل ما انام المفروض اعمل ايه؟ قبل ما تنام المفروض تحسب انت هتنام قد ايه. دي حاجه في قوانين الطيران، ما ينفعش تطلع رحله وانت مش نايم قبل الرحله ب8 ساعات على الاقل، يعني واخد 8 ساعات نوم على الاقل. فانا لو الرحله الصبح الساعه 10 المفروض ان انا انام بالليل الساعه مثلا 12. هتقول لي كده 10 ساعات، هقول لك لا، ما انت في ساعه هتصحى عشان تجهز فيها وتلبس وتنزل، فانت كده نمت ال8 ساعات بتوعك. يبقى المفروض تنام الساعه 12 بالليل عشان تصحى الساعه 8، او تصحى الساعه 8 تجهز وتظبط حالك في الساعه ولا ساعتين قبل الرحله، وبعد كده تبتدي تنزل. طيب انا بعمل ايه قبل الرحله عشان لما اصحى اكون جاهز؟ انا عن نفسي بحضر شنطتي، لازم تبقى الشنطه بتاعتي جاهزه فيها كل، لو لبسي لو انا رايح هبات في مكان او كده كده لازم يبقى معايا يونيفورم سبير جوه الشنطه، عشان لو لا قدر الله حصل حاجه في اليونيفورم اتقطع او اتدلق عليه حاجه اتوسخ باي طريقه ايا كانت، يبقى معايا سبير في الشنطه اطلع دوت عشان ما اكملش الرحله كلها والبنطلون مثلا مقطوع او القميص مقطوع، يبقى معايا على طول سبير في الشنطه. وطبعا معايا لبس لو انا هبات في مكان، ومعايا لبس لو هخرج مثلا في مكان، فدي الشنطه الكبيره او اسمها لاي اوفر باج اللي انت بتاخدها معاك لو انت هتبات بره البيز بتاعك. وفي كمان شويه دوكيومنتس لازم تتاكد ان هي معاك، لازم تتاكد ان السي سي ام او الكابين كرو مانيوال يكون معاك، لازم يكون معاك التشيك ليست
اللي انا قلت لكم عليها في الفيديو، اللي ما شافوش يتاكد انه شافه عشان يعرف الحاجات المهمه دي. التشيك ليست دي اللي هي ايدك ورجلك في الطياره، للي متابعيني عارفين. كمان لازم يبقى معاك باسبورك، اهم حاجه، ما ينفعش توصل لحد المطار وتكتشف ان انت ناسي الباسبور. كمان معاك الاي دي بتاعك، معاك اللايسنس رخصه الطيران. لو معاك اي تطعيمات او اي حاجه بتتطلب ان انت تبقى شايلها لازم تبقى شايلها معاك. معاك الاناونسمنت بوك. شويه حاجات بقى في الشنطه تاني، لازم يكون معاك ديودرنت، لازم يكون معاك بيرفيوم، لازم يكون معاك مكنه حلاقه ومعجون حلاقه، ولازم يكون معاك معجون سنان وفرشه سنان طبعا. الحاجات دي كلها لازم تبقى في شنطتك. طبعا كمضيف طيران لازم تبقى عارف ان انت ما ينفعش تبقى شايل حاجه غلط في شنطتك، لان انت بيبقى التفتيش عليك اكتر من التفتيش بتاع الركاب. يعني ما تفتكرش عشان انت مضيف طيران تقدر تعدي من الاكس راي او البادي تشيك اللي هو الميتال ديتكتور ان انت تعرف تعدي باي حاجه. انت المفروض تبقى مثال لكل الركاب ان انت ما ينفعش تعدي وحد يوقفك يقول لك انت معاك حاجه غلط، لان انت دارس ايه اللي ينفع يروح الطياره وايه اللي ما يروحش الطياره. فخلصنا تحضير الشنط، وممكن كمان تظبط اليونيفورم بتاعك، تكوي اليونيفورم، يبقى اليونيفورم مكوي ومتظبط و100 100 ومتعلق عشان تبقى صاحي. بس فقط للولاد تحلق دقنك قبل الرحله على طول، وللبنات تبقى صاحيه فقط عشان الميك اب وبعد كده اليونيفورم على طول. خلاص انت دخلت نمت وظبطت نومك ان انت هتصحى الساعه كذا. فانت لو انت عندك رحله قبليها تبقى ماسك نفسك، مثلا عشان انا مثلا عندي رحله نايت امبارح، فانا متعود انام بالليل، متعود انام الصبح، فتيجي الرحله اللي بعديها الصبح، فانا المفروض اقلب يومي تاني. فانت المفروض هتمسك نفسك عشان ما تنامش، عشان تعرف تنام بالليل فتقدر تصحى فايق للرحله التانيه. طبعا مضيف الطيران شغال في سيركوليشن كده، طبعا في ليميتيشن برضو، ما يقدرش يطير اكتر من عدد رحلات نايت معين. طبعا انا مش عارف في كل شركه زي بعض ولا لا، ولكن في شركتي ما اقدرش اطلع 4 رحلات نايت ورا بعض ان سيكونس، يعني بدون فاصل. ما ينفعش اطلع كل يوم الرحله مثلا الساعه 11 بالليل 4 مرات ورا بعض، دي غلط، ممنوعه عندنا. ولو طلعت 3 رحلات نايت ورا بعض باخد حاجه اسمها اوجمانتد اوف او اوف مطول، بيبقى حوالي 60 ساعه راحه لو طلعت ال3 رحلات دول ورا بعض. هبقى اعمل لكم برضو فيديو عن كيفيه حساب الديوتي تايم، ازاي شغلك بيتحسب، والبلوك تايم، وحساباتك الاسبوعيه والشهريه والسنويه كمان ازاي بتتحسب الحاجات دي، وايه تقدر تطلع دلوقتي ولا ده مش ليجل لو طلعت. معلومات دقيقه شويه ممكن محدش يستفيد بيها وبتختلف من شركه لشركه، ولكن هكلمكم برضو في الفيديو ده ان شاء الله بنظره عامه عن الفلايت ليميتيشن، اسمها فلايت ليميتيشن. صحينا الصبح الحمد لله، صباح الفل، يلا نجهز. خدت الشاور بتاعك، حلقت دقنك، لبست اليونيفورم، شربت قهوتك. طبعا الفطار حاجه مهمه، لازم تبقى فاطر عشان تبقى بكامل تركيزك، تبقى مركز. في حاجه اسمها بيك اب تايم. البيك اب تايم ده انت لما عرفت الفلايت تايم بتبقى بحاجه اسمها زولو تايم، وانت في الحياه حاجه اسمها لوكال تايم. يعني لوكال تايم في مصر مثلا دلوقتي الساعه 6، الزولو تايم بتاع مصر بتزود ساعتين، غير في السعوديه بتزود 3 ساعات، غير في بلد تانية انت مش عارف، في ليها حسبه برضو كده مش هلخبطكم بيها، ولكن عرفت البيك اب تايم اللي الباص هيجي ياخدك فيه الساعه الفلانيه. انت تبقى جاهز قبل ما الباص يوصل ب5 دقايق، تبقى واقف مستني الباص، عشان لو انت اتاخرت 5 دقايق وزميلك اتاخر 5 دقايق وغيرك اتاخر 5 دقايق. انا بتكلم طبعا على الكرو اللي بيبقى عايش في مكان واحد زي الشركه اللي انا فيها، كلنا عايشين في مكان واحد، في كومباوند واحد، فباص واحد اللي بيلف علينا كلنا ياخدنا ونطلع بعد كده على المطار. في شركات تانية كل واحد عايش في شقته عادي جدا، وفي من المضيفين بيطلب ان الباص يجي ياخده، وفي مضيفين يطلبوا يقول له لا انا عندي عربيتي الخاصه اقدر اروح بيها المطار على وقت البريفنج، اكون موجود هناك وقت البريفنج. بتفرق من مكان لمكان، ولكن انا بكلمكم عن يومي انا لما يكون عندي رحله بيبقى عامل ازاي. نزلت استنيت الباص بتاعك، ركبتوا الباص، سلمتوا على بعض، دي من الريجوليشن ان انتوا تسلموا على بعض وتسلموا على الكابتن، دي ريجوليشن يعني حاجه لازم تعملها عشان تبدا يومك بود، يبقى في ود بين الناس كلها، وتكسر الحاجز ان انت لو في ناس ما تعرفهاش تبتدي تتكلم معاها، عشان لما تطلعوا على الطياره تبقوا وان تيم، تقدروا تتكلموا مع بعض كلكم.
ما بيبقاش فيه احراج، يعني تبقوا كسرتوا حاجز السكوت اللي ممكن يبقى الناس صاحيه من النوم مش عارف، لكن بتسلموا على بعض فتلاقي العمليه فكت شويه. نوصل المطار او مقر العمليات بتاع المضيفين، خلاص دخلنا في غرف مخصصه. لو انت مثلا في شركه طبعا انت بتخش بتمضي ان انت وصلت وبالميعاد اللي انت وصلت فيه على جهاز كمبيوتر، بتدخل بالاكونت بتاعك ان انا في المطار وانا هنا خلاص عملت يعني زي مضيت حضور كده زي البصمه مثلا، فطبعا بيظهر عندهم انت وصلت الساعه كام ورحلتك كانت الساعه كام، ان انت واصل مظبوط وتمام. في شركات زي اللي انا فيها بنوصل كلنا مع بعض، فمش محتاجين نعمل الخطوه اللي انا لسه قايل لكم عليها دي، فخلاص احنا طالما اتحركنا من الكومباوند يبقى خلاص كلنا موجودين. لو احنا مش كلنا موجودين مش هنتحرك قبل ما، لا طبعا لو حصل اي تاخير او اي حاجه، طبعا المضيف اللي هو جاي مكان الشخص اللي اتاخر اللي هو بيبقى جاي من حاجه اسمها ريزيرف او ستاند باي، بيحصلنا بقى على المطار او على الطياره لو التاخير اكبر من ان احنا نقدر نستناه. بنعمل حاجه اسمها بريفنج في بريفنج روم، دي غرفه مخصصه للضيافه والطيارين. بنخش الاول مع البيرسور بتاعنا او السوبرفايزر، برضو مسميات مختلفه، وفي شركات فيها بيرسور وفيها سوبرفايزر مع بعض. بنخش ككرو كلنا. اول حاجه بيشيكوا عليها هي الدوكيومنتس بتاعتك اللي انت شيكت عليها امبارح ومتاكد ان هي في شنطتك، الاي دي انت لابسه، الباسبور معاك، اللايسنس بتاعتك معاك، الفاكسينيشن لايسنس معاك، الكتب بتاعتك معاك، كل الحاجات دي ايه موجوده. ساعات في سوبرفايزر يشيكوا لو انت معاك الفلاش لايت بتاعك شغال ولا لا، يعني لازم يكون معاك فلاش لايت في الشنطه، ويكون معاك كمان اكسترا باتري ان انت يبقى معاك لو ده فضي تقدر تستخدم التاني. في حاجه اسمها جرومينج تشيك، طبعا البيرسور بيعدي يشوفني لبسي مكوي كويس، التاي مقفوله مظبوط، مش فاتح بقى زرار وعامل حاجات وشكلي مبهدل، الضوافر مقصوصه، الدقن محلوقه تمام، ريحتي كويسه، الجزمه بتاعتي متلمعه. لازم الحاجات دي كلها يتبص عليها كده، اسمها جرومينج تشيك. للبنات برضو بيبصوا الميك اب مظبوط، لون الضوافر مظبوط، الوان الميك اب مظبوطه، الطرحه لو هي محجبه مظبوطه، الكاب لو هي مش محجبه بيبقى برضو مظبوط. الحاجات دي كلها بيتشيك عليها في البريفنج. وطبعا السوبرفايزر بيبقى معاه ورقه فيها تشيك ان هو خلاص شيك على صح 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 صح، فالشخص ده تمام. كمان في بعض الاسئله بتتسالها، ولو في شركات لو ما جاوبتش على الاسئله دي مش هتطلع الرحله، وفي شركات بتتساهل شويه في البريفنج بتاعها ان بيبقى في مساعدات. يعني انا مثلا السوبرفايزر يسالني سؤال في الفيرست ايد، يسالني في الامرجنسي، يسالني في الاس او بي، يسالني عن حاجات كتير ممكن يسالني فيها ولازم اجاوب. لكن الحاجات في شركات متساهله ممكن يساعدني شويه لو انا مثلا مش متذكر حاجه في السؤال ده. كل رحله لازم يحصل كده، كل رحله لازم تتسال قبل ما تطلع الطياره، تتسال 4-5 اسئله في حاجات مختلفه، حاجات كتير مختلفه عن بعض، بس انت طبعا دارس وحافظ الكلام وبتتعامل بيه كل يوم، فالموضوع بيبقى سهل، انا مش بخوفك. خلصنا خلاص الموضوع ده، بنطلع على الجوازات لو احنا مسافرين رحله دوليه. لو مسافرين رحله دوليه خلاص طلعنا على الجوازات، والظباط بيشيكوا ان احنا تمام، ورقنا تمام، واحنا ما بناخدش ختم بقى لان احنا مش هينفع كل يوم يتختم لنا دخول وخروج، الباسبور هيختفي هيبوظ، فاحنا بيبقى لينا رقم دخول وخروج بنقدر ندخل ونخرج البلد عن طريقه. خلاص خلصنا الجوازات بنطلع نركب الكرو باص. الكرو باص الباص اللي بيبقى هيودينا على الطياره. في مرحله قبل لو احنا هنقابل الكباتن هنسلم عليهم، يعملوا لنا شورت بريفنج برضو ويتاكدوا ان السوبرفايزر عامل معانا البريفنج صح، ويسالونا احنا اتكلمنا في ايه، يدينا بعض معلومات الرحله، الارتفاع بتاع الرحله مع الوقت السفر، يعني من الرحله من مثلا من كايرو لجده مثلا كذا ساعتين مثلا، ومن جده لكايرو هيبقى مثلا 2:15، فيدينا معلومات عن الرحله اللي احنا هنطير فيها. لو الويزر فيه اي مشكله هنتوقع مثلا بعض المطبات بعد الاقلاع بساعه لازم يبلغنا عشان احنا نبقى برضو اسرع في السيرفيس، نخلص السيرفيس بتاعتنا اسرع. خلاص ركبنا الكرو باص وطلعنا على الطياره. بنجهز الطياره من كل حاجه بقى، اكل شرب معدات طوارئ، الطياره نفسها فيها مشاكل من جوه ولا لا، ونبلغ الحاجات دي كلها للسوبرفايزر عشان نقدر نصلح الطياره. بعد كده تيجي الركاب يبتدي حاجه اسمها بوردنج.
البوردنج يبدا، كل واحد واقف في مكانه حسب البوزيشن اللي اتحدد في البريفنج، كل واحد بالسينيورتي بتاعته، او معرفش برضو في شركات بتقسمها جالي ريسبونسبل واريا ريسبونسبل، في شركات بتختلف من مكان لمكان. هي دي التقسيمه، يعني بتتقسم ازاي، كل واحد هيقف فين في الطياره بيبقى ليها تقسيمه بتعرفوها في البريفنج. خلصنا وظبطنا الدنيا، الطياره والبوردنج جه والناس قعدت وكل حاجه تمام، وعملنا حاجه اسمها كاونت، يعني نعرف ان العدد اللي مكتوب في المانيفست بتاع الطياره اللي هو عدد الركاب كذا وعدد الاطفال كذا، ان هو ده العدد اللي موجود فعلا على الطياره، وخلاص بندي اوكي والكابتن بيدي اوكي، نقفل الباب ونطلع رحلتنا ونرجع تاني. بعد ما نرجع، انتوا عايزين بقى احكي لكم الرحله ايه اللي بيحصل فيها؟ دي ممكن نعملها في فيديو تاني عشان دي بتبقى مطوله شويه، وانا شايف برضو الفيديو معلش طول، ولكن هو ده اللي بيحصل. رجعنا في حاجه اخيره اسمها دي بريفنج. الدي بريفنج يعني انت بعد ما بتخلصوا الرحله خالص والركاب بتنزلوا بتتجمعوا برضو تاني في الغرفه بتاعه البريفنج اللي انتوا قعدتوا فيها الصبح، تعملوا حاجه اسمها دي بريفنج. ايه الدي بريفنج وايه لازمته؟ ده اجتماع ما بعد الرحله، عشان لو لا قدر الله حصل اي مشكله تقدروا تتناقشوا فيها، لو حصل اي غلطه تقدروا تتناقشوا فيها ليه حصلت والغلطه جت من عند مين، ونقدر بعد كده نتلافى هذه الاخطاء وما نعملهاش تاني. فاحنا لحد دلوقتي رحلتنا سليمه، ما حصلش فيها مشاكل الحمد لله. فالبريفنج حد عنده اسئله، السوبرفايزر عنده ملاحظات بيقولها، وبيشكركم على الرحله، والكابتن بيشكركم على الرحله، وتشكروا بعض وتبتدوا ترجعوا للباص بتاعكم تاني عشان ترجعوا على الاماكن اللي انتوا ساكنين فيها. والحمد لله على السلامه. النهارده قلنا معلومات كتير اظن في ناس كتير ما كانتش تعرفها. لو عجبك الفيديو ده ما تنساش تعمل لايك وسبسكرايب علشان تشوف الفيديوهات اللي جايه، في حاجات كتير جدا هتعجبكم. اشوفكم على خير، السلام عليكم.